السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال إن شاء الله. النهاردة يا جماعة أنا عملت فكرة جميلة قوي وجربتها ونجحت معي، عشان كده قلتها لإخواتي وحبايبي وأصدقائي وعيلتي الكبيرة اللي هم انتوا. وبشكر حبايبي اللي جم وشرفوني قناتي واشتركوا معي. ربنا يا رب يبارك فيكم ويرزقكم ويوسع أرزاقكم جميعا يا رب. هنا أنا عندي ايه اللي انت خليتيه ده؟ دي يا حبيبتي عروق القرنبيط اللي كل الناس بترميها بمنتهى السلاسة. شايفة؟ حبة ملح، فصين توم، شوية بهارات كده على مزاجك، وشطة، وعملت أحلى مخلل عروق قرنبيط. مش عروق كرنب، لا دي عروق قرنبيط يا حبيبتي. هفتح معاكي كده واوريكي اهي يا حبيبتي. وحطيت للأمانة نقطة زيت بسيطة اهي، شايفين؟ والشطة بتاعتي قدامك اهي. طب الفكرة في ايه؟ ان انتي ما ترميش حاجة. اللي خلى ناس تخلل المانجا، تخلي احنا كمان يا مصريين خللنا عروق القرنبيط. قطعتها وطبعا حاطه كيس وتغطيه كويس قوي اهو، من غير ما تسلقيه، من غير اي حاجه اهو. فكره بسيطه. عندك بقى لون احمر تحطي حطي، عندك بنجر حطي، اللي نفسك فيه يا حبيبتي اهي. بصوا شوفوا القرمشه والله العظيم في منتهى الجمال. بس ما تسلقهوش، ماشي يا قلبي؟ ما لا تسلقيه ولا تعملي فيه اي حاجه، ملحيه بس، حطي له في ميه وملح. والثوم زي ما قلت لك، فصين ثوم سلام، والشطه طالع من الشطه. طبعا الورق ده بره الفكره خالص. تعالي انت هنا، ده انك ايه زعلانه؟ هو الثوم فين؟ الثوم فين؟ حد شاف الثوم يا جماعه؟ طب حد شايف الثوم يتصل بيه؟ واللورة اهو، شوفي حطيت بردك ورقتين لورة. عندك شويه كمون حطيه عشان الايه القرنبيط اهو. مش شرط ان انت تعملي الزهرة بس، لا العروق كمان اهي، بدل ما ترميها وتستغني عنها، لا حطيها في المخلل اهو. وولادي كمان بألف هنا وشفا بياكلوا هم، بألف هنا وشفا يا حبايبي اهو. يلا حبيبتي اسيبك مع ألف سلام، وما تنسيش اللايك والاشتراك يا حبيبتي. خلاص.